هي ليه مصر ام الدنيا؟ في مؤرخين كتير قالوا ان ده تكريما للسيده هاجر المصريه اللي اتجوزها سيدنا ابراهيم عليه السلام وانجب منها سيدنا اسماعيل عليه السلام ابو العرب. مصر هي اللي فيها جبل الطور في سينا اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى بعزته وجلاله عليه. مصر هي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر هي اللي سيدنا نوح عليه السلام قال عنها إنها أم البلاد وغوث العباد. مصر هي اللي شهدت مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام. مصر هي اللي أطعمت العالم كله في ال7 سنين عجاف وقت سيدنا يوسف عليه السلام. مصر هي اللي حضارتها القديمة كانت متفوقة في علوم الطب والفلك والهندسة والزراعة والرياضيات والفن والأدب. مصر هي البلد الوحيدة اللي اتعمل لها علم على اسمها بيتدرس في جامعات العالم، اسمه علم المصريات أو الإيجيبتولوجي. مصر هي اللي كان فيها أول جامعة في التاريخ اسمها جامعة أون في هليوبوليس، عمرها أكتر من 5000 سنة. مصر هي اللي أكلت أوروبا لما كانت بتمد الإمبراطورية الرومانية بالقمح لمدة 600 سنة. مصر هي اللي فيها الجامع الأزهر الشريف، أهم مصدر للعلم في العالم الإسلامي. مصر هي اللي بعتت لشبه الجزيرة العربية قوافل غذائية في عام الرمادة لما حصل لها جفاف شديد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. مصر هي اللي تخرج من جامعاتها ناس بقوا حكام في العالم بعد كده. عندك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة في الإمارات لحد دلوقتي، عمدة طوكيو عاصمة اليابان، متخرجة من كلية آداب جامعة القاهرة سنة 76. مصر هي اللي مستقبلة على أرضها دلوقتي السودان وسوريا واليمن والعراق وإريتريا والصومال. وبعد كل ده لسه بتسأل ليه مصر أم الدنيا؟